كلنا عارفين الكيمو كونو العادية بتاعتنا اللي بنجيبها من واحنا صغيرين. لقيت ماركة تانية اسمها جيرسي، في منها المنتج ده اسمه مولوتوف، وقلت اجيبه ونقارن مع بعض. اول حاجة كيمو كونو ده الطبيعي بتاعنا، قلت اجيب من دي شوكولاتة ودي شوكولاتة عشان ايه يبقى الريفيو عادل شوية. هي طبعا سايحة. اوه كسبت كسبت، مبروك كسبت كيمو كونو، مبروك نخليها دي كويس والله، بحسب ان مبقاش فيه كذا. تمام، دي شكلها عامل كده شايفين، وفيها كده شوكولاتات وحاجات من الوش بتاعتنا عادي، اي نعم شكلها اتغير شويه. بس التانية بتاعتنا اسمها مولوتوف من شركة جيرسي. اوف، سايحة سايحين السنين، شايفين سايحة سايحة يعني. بس ده من الحر، مع اني والله جبتها حطيتها في في الديب فريزر او في الفريزر يعني. بس ايه دي طبعا ما فيهاش كذب او حاجه. يلا نجرب. اول حاجه الكيمو كونو، بسم الله الرحمن الرحيم. الكيمو كونو الطبيعيه العاديه، انا دايما بحس الكيمو كونو طعمها بيكون عارفين زي الشانتيه او الايس كريم اللي هو اللي بنعمله في البيت ده، لو بيبقى بودره الشانتيه نفسه، بحسه كده حلو قوي. وسعرها 8 جنيه. تمام. بالنسبه بقى لوحش الحلقه اللي انا اصلا عامله الحلقه دي عشانها، هي جيرسي مولوتوف. بصوا هي طبعا عشان سايحه وممكن يكون شكلها كان حاجه تانية مثلا. نجرب بسم الله. طعمها قريب من طعم الكيمو كونو، بس ليها طعم مميز حلو قوي. فيها كده قطع شوكولاته كده مدوره، طول ما انتي بتاكلي بتلاقي قطع شوكولاته، ف حلو قوي. عايزه اقول لكم دي سعرها 5 جنيه. ولما لقيت في التلاجة السوبر ماركت لقيت كل التلاجة منتجات من ايه، من جيرسي. فلو عايزين اجرب لكم فيديو يبقى كل منتجات الايس كريم وتكون دي فيها برضو، نعمل مقارنه بكل الانواع اللي موجوده من شركه جيرسي، هنعمل كده. انا قلت لكم دي سعرها 5 جنيه ودي سعرها 8 جنيه. بس ده الريفيو بتاعنا النهارده. وصراحه انا شايفه ان دي تكسب، لان سعرها ارخص وتقريبا يعني نفس الاداء بتاعت كيمو كونو، بس السعر ارخص. جربوها، ولو جربتوها قولوا لي رايكم في الكومنتات.